هم قادتنا شهيدنا جنان الوجهات ذات سوري غير هاتنا وتكن بيد دارا بيد تناهاني بيد شراكتي أبوجبو شورشا كزيا أبو رجلات كردستان إيران دار كتير خطرها لها في دمرها. نرحب بكم باسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا لتسليط الضوء على ثورة الجدائر التي انطلقت شرارتها في 19/9/2022 من جبيلة امرأة كردية في إيران، امرأة رفضت أن تكون عبدة وأن يقال لها أو أن تكون شهادة حسن سلوكها أن تجبر على ما لا تريد أن تفعله. استشهدت جينا أميني تحت التعذيب على يد ما يسمى بشرطة الأخلاق في الدولة التي رمت بكل القيم الأخلاقية عرض الحائط في تعاملها مع مواطنيها كردا عربا فرسا آذريين ومن كل المكونات الأخرى. وكانت شهادة جينا أميني هي الشرارة التي أطلقت آلاف الصرخات من صدور النساء في روجلات كردستان في إيران في كل مناطق الإيران لتنطلق ثورة سميت بثورة الجدائر. سلاف جبو هرجنة كيكو إيرو البر آمده سلاف جبو هرجنة كيكو دو كردستان دا دو روجلات كردستان وإيراني والحمو دنياي تكوشين دكين كو جبو عزادير خواب دست بخن جبو مافي خواب دست بخن هلبت دسريدا عمي شهيدين شورشي ببيبينن ينكو بسياوان إيرو أمن بر آمدنا إيكو بسياوان إيرو وكجن تحمو قادن جيانيغا أم رولا خا سكنا خا هبونا خا بسياوان ددوينن شهيدين روجلات كردستان شخص جينا أميني وشتير رسولي دا أمان حميان ببيرتينن إيرو لارخصنا عن شراكيان تشتكي جلتي باشا البجين برخصتم بوينا جن ويجبر رخصتم ببل بزانبونا جن وجن ويجبر صنا ببل هل وهاشي بجنا آزاد ويجبر آزاد ببل وجيان بيجي وجيان بواتا ببل لبك جيانا كو آمنا تيدنا شابو برشو پنابرو برشيبو وهروها بحزارة بسكريكت كو إيرو روشيان جيانتك لو أجنا أب سيستم جبرو هبونا فاتها وزبونا جليل دبينا بهمو ريو ريبازا دخوازن جن هر لوازبن جن هر كولبن ونقول إبا جنكي آبا بكن وكو چاوا ديرو كده وكر gerek çava bımışı, gerek çava bıfıkırı, gerek çava runi, gerek çava radı, yani sporeli hatta lig geri, gerek lugorvayı tadı, gerek lugorvan bıfıkırı. Jinek biviren ki lugorvan jina herik maşıkır. Jinek gor berjvantiye man lugor maslahavan tadı, gerek jinek biviren ki lugorvan jinek başkır, jinek maşıkır. Lamma ji, van propaganda تايبت بريا كابيتاليست كوجين جوهري ويدخل تبي دالي شكلي دول بيشتغل جبايش بزانا كوجينا خدي ايديولوجي جينا كوتيرو كخلاص كريم راستيا خلاص كريم حتى أستكي كانت خطا خلاص كريم هل وان جينا هدف دقري لما جي أوقص هبالي ما يجي نتلي لرجال وباكوري سوري هل وها للتركي هل وها لهنا تين هدف قرتل بنامي شورش أجن أمسلاف وحسكرين إخوان جبر خدنا حد جنكي حد دايكي حد بابكي حد ميركي كل رجلات كردستان وإيران تنافى بانكي يفكو أمن برعامدن برخدانا كي
نوكي ددن مشاندن لسرنابي شورشاجين أمسلاف وحسكرين شورشاجين جسر الدانا جيانا أزاديرا ريدكي وأمد بيجين أمد بشتا سرهدانا جنانن أمد بشتا سرهدانا كوجن بشكتياوي دكن أمد تجاري سرهدانا كوجن بشكتياوي دكن أمد بتاني نهيلن بدلي خواه برحي خواه بحمو أمورين كود الشورش عشان لهاتن عبادرن وبتباهي دلين كو جبانا آزادي ليردن أمين بشت سرهدانا جيانا آزادي من بناء بارتية سياسي يباطل رجلات السوري أم همو بيبانا سلام بكير بسرسرا وسرشابات ناتنا جسد بيتكي بكا جالاكيان هردش هرقر وريخستنيشنا لباطل رجلات السوري أم إيرو لبرجبيانة جبو بشكرتنا جنة رجلات كردستاني كردستان إيراني وأم جارك بجبرت نجين ونتهم سرسرا وسرشابات ناتنا أم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي العربي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الإسلام كرم المرأة في جميع أحوالها، فهي أبنى حين حرر أوائلها، وزوجة حين حافظ على حقوقها الشرعية وراعى تقدماتها النفسية والعاطفية، وأما حين أمر ببرها. وضعي السلالي الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا، جئنا اليوم للمشاركة في المهرجان الخطابي الذي أعدته وتم تجهيزه من قبل منصة الفعاليات الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا. طبعا الهدف من هذا المهرجان الخطابي أو الملتقى الخطابي هو دعم ثورة المرأة في إيران، دعم ثورة المرأة في رجالة كردستان. طبعا الثورة والانتفاضة التي حدثت في إيران بعد مقتل الشاب مهسا أميني والتي تم قتلها على يد رجال الشرطة ورجال الدولة بحجج، وهي طبعا كانت هي الإخلال بلبس الحجاب وارتداء الحجاب، ولكن هذه هي حقيقة هذه الأنظمة السلطوية التي تقوم على قمع الشعوب وقمع المرأة، خاصة حيث قتلت الشابة مهسا أميني. ورأينا كيف كان هناك أيضا انتفاضة بعد مقتل الشابة مهسا أميني، فخروج الآلاف والآلاف من الأهالي ومن النساء إلى الشوارع اللذواتي نزلنا ليقفن ضد كل ما يمارس عليهم من قمع واستعباد من قبل هذه الأنظمة. كان هناك رفضا قويا، ولكن جاء هذا الرفض وهذه المظاهرات التي خرجت وهذه الانتفاضة تحت شعار جد نجيان آزادي جاءت بعدة هجوم من قبل الدولة وقمع لهذه الانتفاضة، حيث تم قمع هذه الانتفاضات. وكان هناك دائما العديد من الأساليب التي قام بها النظام الإيراني، النظام الذي قمع المجتمع كافة. فكانت هناك من الممارسات التي أيضا ممارست عليها هي تسميم طالبات الجامعات، حيث قاموا بالتسميم على عدة مراحل. هناك كان تسميم لطالبات الجامعات لكي يبثوا الخوف في نفوس الأهالي وفي نفوس المرأة، خاصة لكي لا تخرج أيضا إلى الشارع ولكي لا تقول أو تطالب حقها. فهناك دائما تقوم الدولة بقمع الحريات، بقمع المرأة أيضا. ولكن نقول نحن كنساء شمال وشرق سوريا وكتجمع نساء زنوبيا، خاصة في المناطق التي تحررت من الأنظمة السلطوية والتي تحررت من رجس الإرهابي داعش، والتي تحررت من الجماعات والفصائل المسلحة التي ذقنا بظلها كل الظلم، كل القهر، كل القتل، كل أبشع أنواع وأساليب التعذيب. نقول نحن اليوم بعد أن تذوقنا طعم الحرية نحن معكن يا نساء إيران يدا بيد مع ثورة الجزائر، نحن نتضامن معكن حتى تحقيق الحرية، وسيترتب علينا الوقوف معكن جنبا إلى جنب في هذه الانتفاضة حتى يتم تحرير المرأة في إيران وفي سوريا وفي جميع الشرق الأوسط والعالم عامة.
When